أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأعزاء في كل مكان. من الفضائية الإريترية أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، معكم فيها حنان جيلاني. وإلى العناوين. أنشطة بناء وصيانة الحواجز المائية في شعب. زراعة أسماك المياه العذبة في عدخالة. برامج محو الأمية في الإقليم الأوسط. كوريا الشمالية تطلق 3 مقذوفات غير محددة. مظاهرات للنساء عبر العالم للمطالبة بالمساواة مع الرجل ووقف العنف ضدهن. إردوغان يدعو اليونان إلى فتح الأبواب أمام المهاجرين. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. يقوم سكان ضواحي شمال وجنوب منشب بمديرية شعب بأعمال تمهيد الأراضي الزراعية وبناء وصيانة الحواجز المائية بدءا من شهر فبراير استعدادا لموسم الأمطار الصيفية في الهضبة. وأوضح مسؤول التنمية الاقتصادية في المديرية السيد موسى إبراهيم أن الأعمال الجارية بالنفير تستهدف تحويل سيول خور لابا إلى المزارع، وقد تم حتى الآن بناء حواجز بطول 240 متر وارتفاع 7 أمتار، وطالبوا بالآليات للأعمال التي تتجاوز قدراتهم. وذكر بناء حواجز مائية في شهر واحد تستطيع الري 7300 هكتار ومدرجات بطول 50,000 متر، وأن النفير مستمر. ودعا السيد موسى الجهات المختصة تقديم الآليات لامتلاء بعض الحواجز المائية بالطمي، ولا يمكن صيانتها بطاقات المزارعين. نظمت وزارة الثروة البحرية دورة تدريبية للمزارعين لتنمية الأسماك في المياه العذبة وطرق الصيد وطهي الأسماك. وشارك في الدورة التدريبية النظرية والتطبيقية التي استمرت لشهر مزارعون من ضواحي سمومو وميلافو وعد أخيلو وعد طوار. وفي مراسم اختتام الدورة التدريبية في 5 مارس أوضح مسؤول مكتب وزارة الثروة البحرية في الإقليم الجنوبي السيد الأمين أحمد أن الوزارة ظلت تعمل لزرع الأسماك في سدود الإقليم الجنوبي. وهدفت الدورة التدريبية تعريف المواطنين بالأسماك والاستفادة منها. من جانبه أوصى مدير مديرية عدخالة السيد عند مسقل أدحنم المزارعين لتطوير التدريب الذي تلقوه بالعمل التطبيقي ونقل المعرفة المكتسبة إلى الآخرين، مؤكدا تعاون إدارته لإنجاح البرنامج. وطالب المشاركون في الدورة للدفع بمثل هذا التدريب وإبعاد محركات ضخ المياه من السدود لضمان حماية المياه من التلوث. أفادت الاجتماعات التي عقدت يومي 5 و7 مارس في حمبرتي وعد شماقلي بمناسبة 8 مارس تنفيذ برامج فعالة لمحو الأمية ومكافحة العادات الضارة في مديريتي قلنفحي وبريخ بالإقليم الأوسط. وذكرت التقارير المقدمة في الاجتماعات تحقيق نتائج مرضية من جهود محو الأمية ومحاربة العادات الضارة لضمان صحة وتعليم المرأة. ودعا المشاركون في الاجتماعات جميع الجهات للعمل المنسق والمتابعة القوية لتدعيم المشاركة العلمية في برامج تطوير قدرات المرأة. زارت المرأة العاملة في مختلف مكاتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بالإقليم الأوسط في 7 مارس بمناسبة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة طريق نفاسيت العيتان ودق محري الذي تجري فيه الصيانة الكاملة والتوسيع. وأوضحت منسقة البرنامج السيدة لتنغوست أجاي لوكالة إيرينا أن الهدف الأساسي من الزيارة تفقد أنشطة التنمية الجارية في المنطقة وتشجيع العاملين فيها، حيث قدم لهن شرحا عن المشرفين على العمل. وذكرت الزائرات أن الزيارة كانت هامة للتعرف عن قرب على الأعمال الجارية. عقدت شرطة إقليم القشبركة سيمينار في مدينة بارونتو للتوعية بسلامة استخدام الطرق للحد من الحوادث المرورية.
وضح قائد شرطة المرور في الإقليم الرائد هابتة جبرو أن السيمينار الذي عقد بصفة خاصة لأصحاب عربات الكارو هدف الحد من الحوادث المرورية الناتجة عن سوء استخدام الطرق وأضرارها على الأرواح والممتلكات. وذكروا في السيمينار أن مخالفات عربات الكارو تتمثل في الشحن الزائد وعدم السير الصحيح في الطرق وتسيير عربات الكارو بالأطفال القصر. وقال إن إزالة مسببات الحوادث من أنجع وسائل مكافحة الحوادث المرورية، داعيا الجميع لاحترام قوانين المرور. سيداتي سادتي، هذه كانت أخبارنا المحلية. فاصل قصير ونعود لمتابعة الأخبار على الصعيد العالمي، يبقوا معنا. مرحبا بكم مجددا. قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت 3 قذائف لم تعرف طبيعتها قابل ساحلها الشرقي في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، وذلك بعد أسبوع من إطلاق صاروخين قصيري المدى. وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة إن القذائف أطلقت من بلدة سوندوك الساحلية التي تضم مطارا عسكريا. وأطلقت كوريا الشمالية صواريخ من تلك المنطقة العام الماضي. وكانت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية نشرت قبل أيام صورا تظهر زعيم البلاد كيم جونغ أون يشرف على ما وصفته بأنه اختبار مدفعية بعيدة المدى. وأجرت كوريا الشمالية نهاية العام الماضي سلسلة اختبارات صاروخية آخرها في نوفمبر، وتحدثت أيضا عن اختبار صواريخ باليستية وأنظمة إطلاق متعدد لصواريخ موجهة من العيار الثقيل. وكان الزعيم كيم جونغ أون قد أعلن نهاية ديسمبر إنهاء الوقف الاختباري للتجارب النووية وتجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. شهدت عواصم عدة عبر العالم الأحد مظاهرات للنساء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة الذي يأتي هذا العام تحت شعار المساواة بين الأجيال، إعمال حقوق المرأة. ورفعت المتظاهرات شعارات مطالبة بتكثيف وتنسيق الجهود لتحقيق المساواة مع الرجل ووقف العنف الممارس ضد النساء بسبب الأفكار النمطية في بعض المجتمعات، ورفع القيود المفروضة عليهن في مجالات عدة كالصحة والتعليم. كذلك نزلت النساء للشوارع بأعداد غير مسبوقة في أنحاء أمريكا اللاتينية تزامنا مع يوم المرأة العالمي، وطالبنا بحقوقهن واتخاذ إجراءات لمكافحة العنف. وستلزم ملايين النساء منازلهن في المكسيك والأرجنتين بعيدا عن المكاتب والمدارس والشركات في تصعيد الاحتجاجات التاريخية ضد العنف الموجه ضد النساء. ويهدف الإضراب عن العمل لمدة يوم واحد والذي يتم تحت شعار يوم بدوننا إلى إظهار شكل الحياة العامة إذا اختفت مشاركة النساء من المجتمع. دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليونان إلى فتح الأبواب أمام المهاجرين والسماح لهم بالانتقال إلى الاتحاد الأوروبي. ويجري الرئيس التركي أردوغان وكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي محادثات في بروكسل تتمحور حول أزمة الهجرة، فيما أعلنت ألمانيا أن الاتحاد ينظر في استقبال ما يصل إلى 1500 من الأطفال المهاجرين العالقين في الجزر اليونانية. ويحاول عشرات الآلاف من طالبي اللجوء اختراق الحدود البرية من الجانب التركي منذ أسبوع، بعد أن أعلنت أنقرة إنها لن تمنع اللاجئين من مغادرة أراضيها إلى الاتحاد الأوروبي. وتركيا التي تستقبل قرابة 4 ملايين لاجئ غالبيتهم سوريين كثيرا ما تنتقد ما تعتبره تقاسما غير عادل للعبء. الخبر الأخير في هذه النشرة: قالت الحكومة البريطانية إنها شكلت فريقا للتصدي للتدخل والتضليل فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا، وأكدت بريطانيا حتى الآن 273 حالة إصابة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة. وترأس رئيس الوزراء بوريس جونسون اجتماعا للجنة الطوارئ الحكومية لمناقشة الإجراءات المحتمل اتخاذها لإبطاء انتشار الفيروس.
وقالت الحكومة إن فريق مكافحة المعلومات المغلوطة سيحاول معرفة حجم وتأثير المعلومات الكاذبة أو المحرفة والتي تهدف إلى تضليل الناس، سواء بغرض التسبب في ضرر أو لتحقيق مكسب سياسي أو شخصي أو مالي. عفوا. وسيتولى الفريق بعد ذلك تحديد المعلومات المغلوطة والرد عليها عند الضرورة. وقال أوليفر دودان وزير الثقافة في بيان إن الدفاع عن البلد ضد التضليل والتدخل الرقمي يمثل أهم أولوية. أيها السادة المشاهدين، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا المساء، قدمناها لكم من تلفزيون دولة إريتريا. أشكركم على حسن المتابعة والاستماع. في أمان الله ورعايته.